حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي عليه صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي عليه صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وصل وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام
السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله يا رسول الله الشفاعة يا
حبيب الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة لما ناديت لبينا أذن السمع والطاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة لما ناديت لبينا أذن السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه ورسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وضرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا ما نوالا. كل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. فترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. ومن فاجت هذه البشارة فتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربيها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة إن تصرصرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه في ملة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه صلى الله عليه. الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما جعلنا قد إرادة الله في العلم القديم بذور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الجمال المدرك والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضم إلا وذمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقره بالأسناب الباخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا ذاك البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ذور وبر
فاجعل قد همة الراكب هذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا ضارب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزليلة تذوي لما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين داعية بهذه الحضرة الكريمة ونعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع آمين. ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله عليك
واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا ربنا يا ربنا أجزل لنا عطاءنا يا ربنا يا ربنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا يا رب أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا فارحم قلوبا في الدجى واغفر لنا يا ربنا يا رب أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا قلوبا في الدجى اغفر لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا أجزل لنا عطاءنا يا ربنا يا ربنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا إنك عفوك طالبين وإليك نرجع خاشعين عفوك طالبين وإليك نرجع خاشعين فاشفق علينا يا معين وارأف بنا يا ربنا علينا يا معين وارأف بنا يا ربنا ربنا أجزل لنا عطاءنا يا ربنا يا ربنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا يا رب أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا فارحم قلوبا في الدجى واغفر لنا يا ربنا يا رب أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا وارحم قلوبا في الدجى واغفر لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا أجزل لنا عطاءنا ربنا يا ربنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا يا ربنا يا ربنا أجزل لنا أطاعنا يا ربنا يا ربنا أجزل لنا أطاعنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا يا ربنا أجزل لنا عطاءنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وقد آن للقلم أن يخط ما ركضت فيه الأنامل مما اشتفته الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرعا وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصنام وبطون ما شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وأشاءها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشؤونها وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا تشكو من ولم ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على آل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل ذا
دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة الله معلنة عليه. بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله ولم تزل عليه. الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله وبروزه من عليه. عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله فأظهر عليه. الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تتعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وقد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانبلغ سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وصل عليه بخشوع حضرك رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد للكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم غرد واستضيء بجمال
سعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهدي محمد صلى الله عليه صلى الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد آمين سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلك به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد آمين سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا واكرمي الأرواح آمنا وكريمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختولا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك الإشراف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك. صلى الله قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم البسته وأضجعته فلما انشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فصرف ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات
بما يقضي بعظم شرف ربي عند مولاه صلى وأن الله عنايته عليه في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط الصراط المستقيم. المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an Abi Darda qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tusyrik billahi syai'a wa in quti'tah aw hurriqtah faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'tu minhu faqad bari' dari sahabat Abi Darda radhiyallahu an. Rasul yang pertama, janganlah kamu mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Wa in quti'tah, sekalipun kamu akan dipotong, au hurikta, atau kamu akan dibakar, atau kamu terbakar. Mungkin mau dibakar dengan saja. Cek sampai kau leban panjenengan wasiat Kanjeng Nabi ini cek sampai mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi. Zaman pembunuhan secara fisik sobung, tapi mungkin beda pembunuhan secara fisik, tetapi tak banyak ingat zaman kona. Mungkin pembunuhan secara karakter, pembunuhan sifat dan sebitorotah. Jadi pertahanan ki cek sampai apa syirik dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in quti'ta au hurikta, walaupun harus terpotong ataupun terbakar. Wala tatruk salatan maktubatan muta'ammida, dan kamu jangan meninggalkan salat. Satu salatan jangan, muta'ammidan dengan sengaja meninggalkan salat. Dan barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan dengan sengaja, faqad bari'tu minhu adz-dzimmah. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka akan berlepas diri kelak di hari kiamat, tidak akan bisa membantu orang yang meninggalkan sholat muta'ammidan, benar karena lupa. Benar karena lupa. Dengan sengaja meninggalkan sholat, satu sholatan, benar sholawat parupan sholat, sholatan maktubatan muta'ammidan, faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'tu minhu dzimmah, maka kuaku di hari kiamat engkau berlepas diri, tak bisa membantu orang yang seninggal lagi apa? Salat. Jaga anak-anak, jaga keluarga. Sampai bengal ninggal salat. Gak tega aki, tokol mau tak salat. Gak tega aki, jagai sobu. Jak karena cinta, jak karena sayang, akhirnya anak nikah keluarga gila ada sengatak tentang salat lima waktu. Saya terakhir, wala tashrabil khamrah fa innal khamra wala tashrubil khamra fa innahu miftahu kulli syarr. Dan jangan sekali-kali kamu meneguk sedikit pun daripada khamr, karena sedikit yang dari khamr miftahi kulli syarr, itu adalah pembuka dari segala bentuk kejahatan. Kuncinya coba nih khamr, walaupun tak mabuk, karena nih terus ketagihan nih walaupun tak mabuk, qaliluhu wa kathiruhu haram, sekonek atau bebanyan khamr adalah haram. Mentem tak mentem khamr nikah hukumnya haram. Bahkan Sayyidina Abdullah ibn Abbas pernah mengadakan sayembara. Mun beda orang mate overdosis dari khamr, kale kuburna pas engkau tale tang tanang tale tang soko tale, ikat kedua tanganku, ikat kedua kakiku, jangan kau lepas kecuali setelah engkau mengubur daripada jenazah. Kale mari ngubur jenazah, kale boleh kubur noreng ja se mati dalam keadaan apa? Khamr. Kale kubur noreng se mati dalam keadaan khamr gela, mon pancet adep dak kiblat mayitah, maka cak ducalen tang tale tanang bi tang sokore sampai kiamat, sampai bengala taruhan aneh. Artinya untuk meyakinkan ke masyarakat bahwa khamr ini betul-betul berbahaya apapun bentuk.
Tale entang tanang bitang sokoh kale boleh kau bunuh orang semate karena khomer gelak mun pancet mayit ada bedak kiblat ocol tang tanang dia cek ocol tang tanang dia sampai kiamat dia sampai kok mati ternyata buka ia tak tole ongku ke kiblat oleh karena itu telok ni kewasiat Kanjeng Nabi dekat sahabat Abu Darda la tatrukis shalah la tusyrik billahi syai'a. Jangan sampai syirik dekat Allah Subhanahu wa taala. Jaga ni apapun yang terjadi. Ya mungkin mune wa in hurikta au qutita beli atau bae katok. Mun seti tak beli tak beli bareng petil, tak beli bareng todi, beli pese. Alaku tak bejeng, alaku tak bejeng. Ya pada beli aja. Mun secara sembeli lek enten. Yober kelabin apa enten. Mungkin yober bi apoi cinta masalah bengal meninggalkan agama ngalek agama lain demi kecintaan ya. Nomor 2 wala tatruki shalah muta'ammida wala tatruki salatan maktubatan muta'ammida. Jangan sampai ninggal salat apapun sakit ngapa mon ki cekak akal pikiran salat najis kapi salat. Nomor 3 jangan sampai ngenom khamr ya. Orang sing nemu khamr ning dunya, kuaku ning swarga tak bakal nemu khamr. Tayyib, mantar muga detail masih manfaat. Hanya himbauan. Mun datang majelis maulid ngibaat teh. Niate sampeyan tobat, niate sampeyan nambahi cinta ke Kanjeng Nabi, mohon dengan hormat jak main HP. Silahkan ambil foto, ambil video, sabak HP. Jak lecer HP. Dunya urusan dunya deki kene nek sak jam kok. Dunia rezeki marena maulid lah abi lah kapi masih pacol kapi lah khusus maulid nih sahabat habin mun karo penting Pak maaf kalau nasi mun karo abi pun kafir pentingan engkau sahabat habin hormati Kanjeng Nabi penyampung dengan Rasulullah SAW maka masih majelis masih bu lempuk sokor sampai nyetrum ke Kanjeng Nabi saya mecas yang tinggi senapu berdestruman Kanjeng Nabi insyaallah nyampung sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Paham iki? Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكوندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتحشاها منه الفيوضات الهامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا
وتتقبل منا ما تحاركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقي من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مأنا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدر بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.